بيبدأ فيلمنا بسمسم. سمير موظف في بنك، حياته روتينية درجة أولى، وبيبان في أبسط حاجة لما بيطلب بيتزا، وخدمة العملاء بترد عليه بنفس الحاجات اللي بيطلب إنها تتشال من الأوردر كل مرة. وقت ما بيوصل الدليفري بنلاحظ منه حركة غريبة هنفهمها قدام. سمير عنده زوجة وبنت وولد، وعنده هوس غريب جدا بتجميع الجرايد، ومخصص ليها جزء في البيت محدش بيدخله غيره. وهنلاحظ قدام إن ده ملجأه الوحيد لا محتاج يبقى لوحده. اتكلمنا قبل كده عن ألوان الإضاءة في حلقة الجوكر، لو ما شفتهاش فأنا هسيب لك لينك الحلقة عشان تفهم أكتر عن الإضاءة وتأثيرها، وإنها بتعكس الحالات المزاجية للشخص. بيت سمير كان اغلب المشاهد فيه اضاءتها باللون الاصفر الغامق ده، وده تفسيره ان البيت كان مصدر قلق ليه، وده ظهر في ضغطه ماديا من ولاده ومراته. في مشهد كانت مراته تطلب منه قسط الشاليه وفلوس لاوردر والعمليه شد. في نفس المشهد ده سمير بيتخيل انه في برنامج مسابقات وكان بيغني وصوته كويس وواضح. وخليك فاكر المشهد ده عشان نحتاجه قدام. وبنلاحظ برضه ان مراته مش راضيه عنه ومش شايفاه الرجل المناسب اللي كانت بتحلم بيه. بعدها بنشوف مشهد لسمير في شغله في مكتب الاتش ار، واللي بيبلغه ان البنك قرر يستغنى عن خدماته وهيجيبوا حد تاني مكانه. الكاميرا في المشهد ده بتكون كلوز على وش سمير عشان توصل لك مشاعره، واللي كانت خيبه ويأس وحزن. بياخد سمير الخبر وينزل، وبنشوفه بعدها في مشهد في بيت والدته وهي بتكلمه وهو مش مركز معاه، وبيكون سرحان في فلاش باك ليه وهو بيلعب رياضته المفضله، او كانت المفضله لحد ما اتجوز وبطل يلعب. بيقرر سمير انه يخبي على مراته وولاده موضوع طرده من الشغل، وبيمثل كل يوم انه رايح الشغل وبينزل يقعد في الشارع، وبيتكرر نفس المشهد. في اول مره كانت اللقطه في المشهد ده اكستريم لونج شوت عشان توصلك حاله الضياع اللي سمير فيها بعد ما فقد وظيفته ومصدر دخله الوحيد. في المشهد اللي بعده بنشوف سمير بيتخيل انه في برنامج المسابقات اللي شفناه في اول الفيلم، بس المره دي مختلف شويه. سمير صوته مش طالع والجمهور بيضحك عليه. عقل سمير بيصور له حياته في البرنامج ده، وقت ما عجله حياته بتدور بشكل كويس بيغني في البرنامج والجمهور بيبقى راضي عنه. لما بيحصل له دروب او بينتكس بيظهر متوتر في البرنامج والجمهور بيستخف بيه. وده نفس الحلم التاني للبرنامج اللي اتزامن مع طرد سمير من شغله. بيرن جرس الباب في وقت متاخر وبيلاقي علبه على الارض. بيدخل سمير ويفتح العلبه وبيلاقي فيها تليفون ومطلوب منه بصمته. بيفتح سمير التليفون عشان يلاقي فيه صور ليه ولولاده ومراته وتفاصيل كتيره في حياته، زي فرحه وفيديوهات ليه وهو صغير ولولاده وهم صغيرين، وصور وفيديوهات شخصيه جدا. بيتخض سمير من اللي شايفه، والباك جراوند ميوزك بتاعت المشهد ده بتوصل لنا احساسه. بيرن على التليفون رقم برايفت وبيعرف انهم عارفين عنه كل حاجه وكمان عن عيلته، وانه خلاص ما عندوش حاجه يخسر وما عندوش كمان فرصه انه يرفض العرض. وبيقول له الشخص ده انه هيستنى منه رساله بكلمه معينه واللي بيكون نصها بهيه. وفي اخر الفيلم هنفهم قصه بهيه دي. بينزل سمير الشارع وبيسال البواب لو شاف حد طالع العمار، فبيرد البواب انه مفيش حد طلع من ساعه اصلا. بعدها بنشوف سمير في الحمام وماسك التليفون، وبتكون زاويه الكاميرا ايبرد عشان تحسسنا بالمشهد كامل واحساس سمير بالحيره. بيقرر سمير انه ياخد الخطوه ويبعت فعلا الرساله، وبعدها بينزل يقابل رشدي اباظة وهنعرف قصته قدام. بيتوتر سمير ويساله اذا كان امن دوله او مخابرات، فبيرد عليه ويقول له انا يا سمير واحد بيقدر خبراتك وتاريخك، للاسف انت مش حاسس بنفسك. فبيرد عليه سمير ويقول له اشمعنى انا متراقب من صغري. فبيرد عليه ويقول له هو مين مش متراقب؟ طبعا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى مسخر لكل انسان ملاكين بيراقبوه ليل نهار ما بيفرقوش كتافه. الرب في السماء بيراقب عبيده ونعم بالله، واحنا ايه غير بشر بنقلد الفكره. المشهد اللي بعده سمير في بيته وسط ولاده وبيطلب نفس الاوردر بتاع كل مره. زاويه الكاميرا في المشهد ده بتزوم اوت عشان الكادر يكبر ويظهر فيه اولاده وهم مشغولين في الاجازه. بيقرر سمير انه يكتب الرساله الثانيه واللي بيكون نصها عيون بهيه. بعدها بياخدوا رشدي لمقر الاصليين وبيقول له رشدي انه هيعمل انترفيو في شغل جديد. وفعلا بيصحى سمير بدري وبيجهز وبيروح الانترفيو، وبيساله اتش ار عن حاجه في السي في، وسمير بيكون ما عندوش فكره عنه، فبيحاول يكمل معاه الحوار عادي وبيتعامل كانه عارف. فبيكشفوا الاتش ار وبيتوتر سمير جدا. بيضحك الاتش ار وبيعرفوا ان ده كان مات، وبيقول انه عارفه وعارف ان طبع الاصليين وهو كمان معاهم. فبيطمن سمير ويرجع لحالته الطبيعيه تاني، وبياخدوا الممر ضيق بيوصلوا على المكان اللي هيشتغل فيه، وبيكون عباره عن شاشات في كل مكان وجهاز تحكم. وبيعرفوا الحاجات اللي مش لازم يعملها، وانه ما ينفعش حد يعرف طبيعه شغله، وبرضه ما ينفعش يستغل الداتا لمصالح شخصيه. وبيسيبه ويمشي. بيقعد سمير ويستكشف المكان ويبدا يشوف الناس اللي هو يعرفهم وناس كمان ما يعرفهمش. في نفس المشهد ده زاويه الكاميرا بتكون ايبرد عشان تبين لك انه حاجه صغيره وسط نظام كبير، او خلينا نقول منظمه سريه كبيره. بعدها بيقابل سمير رشدي في جلسه انشاد صوفي، وبيكون المكان هادي جدا من حيث الاضاءه وما فيهوش حركه كتير، وده بيبين استسلام سمير للوضع اللي هو فيه. وبيدور بينهم حوار بيبدأ من عند رشدي لما بيقول له عجبك مكتبك في الشركة؟ لطيف؟ إلا لطيف. بعدها بيفهم رشدي المطلوب منه هو انه يراقب شخصية معينة، وبيقول له انها بنت دبلوماسي وشوية معلومات عنها. فبيسأله سمير ويقول له على كده كم واحد متراقب. بيرد عليه رشدي بعصبية وبيقول له ان مفيش حد مش متراقب. مفيش حد ما بيتراقبش.
بعدها سمير بيبدأ شغله وبيراقب البنت دي وبيسجل كل حاجة في نوت. يعني مثلا لما جالها مكالمة تليفون من حبيبها سجل كذا ملاحظة زي مجازفة، شريك الجريمة، ودي مقصود بيها حبيبها رامي بيلعب بديله، طالب مبلغ خيالي، وكانت بتحكي رامي عن شخص كانت هتقابله، والشخص اللي كانت تقصده هو رجل صعيدي اسمه عبد الستار، وده الشخص اللي كانت هتقابله بس هو غير مكان المقابلة 3 مرات وده خلاها تقلق بس برضه كملت، وده بنعرفه من التسجيلات اللي على تليفونها. في المشهد ده بيروح سمير للقاعة اللي هتكون فيها سوريا بتدي محاضرات، ودي حركة ارتجالية ما طلبتش منه. بيتفاجئ سمير برشدي هناك، وبعد المحاضرة بتخلص بياخد رشدي سمير لمولد وبيحكي له هناك قصة بهية وبيقول له ليه يا سمير نزور سوريا مع نفسنا كده ومن دماغنا؟ بعدها بيواجه سمير عواقب افعاله وبيكتفوا شخصين ورشدي بيخليهم يعملوا تاتو باسم بهية. فبيسالوا سمير لزومه ايه الوشم ده، فبيقول له رشدي علشان يفتكر اتفاقه وهو انه يراقب ويسمع الكلام وبس. بيروح سمير البيت وبتحصل بينه وبين مراته مواجهه بعد ما بتعرف انه كان بيكذب عليها ومفهمه انه كل يوم بيروح البنك، وبتتهمه بالخيانه بسبب التاتو اللي باسم بهية اللي على ظهره، وبيكون حاضر وقتها اولاده فبينفعل عليهم كلهم يدخل الاوضه اللي فيها الجرايد وبتكون الاضاءه غامقه وزاويه الكاميرا بتحسسك بالخنقه نفس احساس سمير. بعدها بيضايق رشدي وبيقول له ان طالما هيراقب فاحسن انه يراقب عيلته الصغيره، وبيزرع في قلبه الشك من ناحيه عيلته، وفعلا بيراقبه وبيكتشف ان مراته مش طايقاه وعلى علاقه بدكتور وبتحكي له كل حاجه بتحصل بينهم، وان ابنه بيشتمه قدام صاحبه وبنته بتكلم شاب وبتبعت له صور مش كويسه. بينهار سمير بسبب اللي شافه وبيروح بعدها البيت ومراته بتوجه له كلام ومش بيرد عليه. بيدخل اوضه بنته وبيطلب منها التليفون بس هي بترفض. بعدها بيدخل ابنه في الحوار فبيرد عليه سمير وبيقول له الحق على ابن المرة انه ما جابلكش الموبايل، مش كده؟ ومراته بتقبل الموضوع لصالحها وبتطلعه كئيب وبيطلع جنونه عليهم، فبيعرفها برضه انه عارف انها بتكلم الدكتور، فبتنجح انها تكسب الحوار وبتاخد الولاد وبتمشي. رد فعل سمير في المشهد ده بيكون بارد وده بيوصلنا ان شخصيته ضعيفه. بعدها بيحصل بلوت تويست وبيقرر سمير انه مش هيبقى جزء من النظام ده، وبيروح محاضره سوريا واللي بتكون فيها بتتكلم عن الحضاره المصريه القديمه. بعد ما بتخلص المحاضره بتبدا تستقبل اسئله وبيكتب لها سمير الحقيقه وان رامي بيخونها وبيختفي من المكان. بيجي بعدها مشهد لسمير هو لوحده في البيت وبتجيله مكالمه من رقم غريب، فلما بيرد عليه بيسمع شخص غريب بيقول له ازيك يا سمير؟ الو، سمير احنا عارفينك كويس. مين بيتكلم؟ احنا زي ما تقول كده مراقبة الجودة، وعارفين ان رشدي أباظة زعلك. فبيسأله سمير وبيقول له انت مين، فبيرد عليه ويقول له ممكن تعتبرنا من قسم الجودة وهدفهم ان المراقبين يبقوا راضيين. بعدها سمير بيسرش على اسم رشدي أباظة وبيظهر له ممثل، وبعدها بيلاقي الجورنال مكتوب فيه خبر مقتل الشقي ياسين، وبيكشف سمير قصة ياسين وبيعرف ان الشخص اللي بهية كانت بتحبه في القصة اللي حكاها له رشدي، بس الحقيقة مش كده وكل اللي قاله رشدي كذب في كذب، وبهية ما كانتش مغصوبة على الجواز ولا اتحطت في موقف تضحي بيه بحبها من ياسين، لا دي طلعت بنت هربانة من اهلها عشان تتجوزه. بياخد سمير حاجته بيسافر وهو في الطريق بيرن التليفون فبيرميه سمير ويبتسم وملامحه بتوصلك احسه بالحريه. بعد 3 سنين من المشهد ده بيقابل سمير سوريا في المطار، وبسبب مراقبته ليها عرف يستغل المعلومات دي في انه يلفت انتباهها ويبدا معاها حوار. وبنشوف في النهايه رشدي وهو بيقول والدواجن في مرحله من عمرها بتتصاب بداء بيجي لها مره واحده في العمر، داء بتفتكر فيه اللحظه انها هتنجح في الهروب من المزرعه اللي اصلا ملهاش سور.